السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا أعزائي المشتركين والمشتركات. في رمضان تعرفوا باللي ناس أصحاب الغدة الدرقية، الخمول، الغدة الدرقية يتساءلون حول المشروبات اللي ممكن يشربوها وتكون جيدة للغدة الدرقية. يعني الأمور اللي ممكن ننصحكم بها أنكم تشربوها وأنتم في شهر رمضان إن شاء الله. أول شيء لازمنا نبتعدوا عن السكر، يعني من الأحسن ابتعدوا عن السكر، يعني استعملوا فقط إلا السكر الطبيعي الموجود. ابتعدوا عن السكر بصورة جذرية، أي سكر يعني صناعي، السكر الأبيض، سكر قصب السكر وهكذا. إذا إلا فقط الحلاوة اللي تأتي في الفواكه، واجتنبوا الفواكه الكثيرة السكر مثل مثلا التمر في رمضان كما سبق أن ذكرت. نتكلم الآن عن المشروبات. إذا المشروبات الأمور نأخذوهم. شراب الزنجبيل رائع ممتاز جيد جدا. كذلك من الأشربة اللي مهمة وتنقص كذلك التوتر شراب البابونج رائع جيد جدا، والمريمية، وكذلك البردقوش جيدة رائعة منظمة للهرمونات، ممتازة بالنسبة للناس للغدة الدرقية. تنظموا يعني في ليلكم وفي وقت يعني السماح أنكم اشربوا هذه المشروبات. وكذلك الناس اللي يعانيوا من مثلا التوتر يشربوا أشواغندا، يعني يأخذوا نصف ملعقة صغيرة، يضعوا فيها عليها كوب من الماء ساخن، يتركوها يعني لمدة 10 حتى ربع ساعة، من 10 دقائق حتى 15 دقيقة، وبعد ما ترتاح إن شاء الله يستهلكون هذا المشروب. هذه المشروبات اللي ممكن ننصح بها. وكذلك شراب ماء دافي، الليمون مثلا في السحور جيد جدا، خاصة الليمون الأخضر. مرة على مرة كذلك نقعد نشربوا شراب القزبرة أو شراب البقدونس. وكذلك ممكن نعملوا يعني عصير رائع ممتاز جيد جدا، وهو شيء من الخيار مع شيء من الزنجبيل وشيء من الكرفس مع الليمون، كذلك ليمون زنجبيل كرفس. وإذا في الإمكان كذلك شيء قليل من الشمر أو البنجر، البنجر أو الشمندر والبيتراف، البيتراف هادو يستعملوا في الخلاط ثم يصفون وتشربوا هذاك المحلول، تشربوه رائع جيد جدا. هذه يعني نموذج عن الأشربة الممتازة. ماء كذلك النعناع رائع جيد جدا. والشاي لكل من يتحمل الشاي في فرط نشاط الغدة أو كذلك خمول الغدة الدرقية اللي يتحمل هذه المادة، من الأحسن أن يأخذ مثلا شاي بالياسمين أو شاي مثلا بالقرنفل. كثير من يقول ابتعدوا عن خلطة الشاي بالنعناع لأنها تعمل كثير من الغازات في الجسم، فالشاي مثلا لوحده. خذوا كذلك شراب النعناع لوحده. من الأفضل كل هذه الأمور تكون يعني عضوية بعيدة عن مواد الرش. كل ما تكون بعيدة عن الرش والهرمونات الأستروجين هذا الخارجي، كل ما تكون أحسن لكم لصحتكم. هذه نبذة عن الأشربة اللي ممكن نشربوها. إذا نحييكم رمضان مبارك وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.